الحرب بدأت وإسرائيل وأمريكا ضربوا إيران. إيران تسكت؟ طبعا لأ. إيران ضربت القواعد الأمريكية في جميع الدول العربية والخليجية كلها. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه واللي حضرتك بتسمع فيه الفيديو، في انفجار هائل في أبو ظبي. في الساعات الأولى من صباح يوم السبت اللي احنا فيه حاليا ده، الرئيس الأمريكي ترامب أعلن بداية حملة عسكرية واسعة كانت تحت مسمى أوبريشن إيبك فيوري، وده بالتعاون مع إسرائيل. والهدف المرة دي مش بس تدمير المفاعلات النووية الإيرانية. ترامب قالها نصا كده: احنا هنغير النظام الإيراني بالكامل ونمحي قدراتهم العسكرية من على وش الأرض تماما. الإنترنت حاليا في إيران وقع بنسبة 96%، ومحدش عارف ايه اللي بيحصل جوه البلد دلوقتي. بس على فكرة، إيران ما سكتتش. الرد الإيراني جه مزلزل الدنيا بحالها. القوات الإيرانية خلال نص ساعة بس ضربت كل العواصم الخليجية ما عدا عمان. دي مش حرب عادية ما بين دولتين، دي حرب إقليمية شاملة ما بين دول كتير، وفي إمكانية إنها تتحول لحرب عالمية تالتة ما بين جميع دول العالم. في الساعات اللي جاية هنبدأ نشوف إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيدور ونهاية الموضوع ده إيه.